بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء النادي العربي الرياضي وكيان النادي العربي الرياضي أكبر من أي تهديد أو كلام فاضي لا يودي ولا يجيب. الشيء الثاني، أنا ما خفت منك في 2019 في انتخابات النادي العربي والقضايا اللي صارت بعدها، وأنت كنت في عز قوتك ونفوذك، تبينا نخاف منك الحين؟ الشيء الثالث، كلامك مردود عليه، ما في أحد دش على لاعبينك أو كلمهم أو تفاوض معهم أصلا. ليش تقول فيه شخص مقرب؟ أنا دائما بيني وبينك اتصالات وكلام، ونتكلم في جميع المواضيع، ومنهم مواضيع انتقالات اللاعبين، وتدري أن أنا ما بي ولا لاعب منك. الشيء الثالث، منو طلع سلطان العنزي وعبد الرحمن الظفيري؟ أنت عن طريق شخص عندك في مدير الاحتراف اسمه محمد خالد العتيبي، وأنا قلت لك هالكلام وأنت قلت لي لا هذا ما يشتغل عندنا، هذا سمسار أو هذا شغله، وطلع يشتغل عندك في المركز في النادي. الشيء الثاني، منو قاعد يكلم اللاعبين؟ منو اللي يتصل في اللاعبين دائما ويسوي نفسه زين معاهم ويزورهم في المستشفى أو يتصل يقول له أنت لعبت زين؟ هذه أمور أصلا في قانون الكرة أخلاقيا ممنوعة، والمفروض أنت أصلا اتحاد القدم يحولك التحقيق ويتم حرمانك أصلا من الرياضة الكويتية بكبرها. الشيء الثاني، كل ما يتعدل شيء بالرياضة أنت تيجي تخربه. كافي اللي سويته في الرياضة الكويتية، وبعدين أنت لا تتوقع الناس كلها تشتغل عندك وتبي الناس كلها تتكلم أو تمشي ورا كلامك. احترم الناس عشان الناس تحترمك. الناس ما تشتغل عندك ولا أنت شاري الناس، وإذا عندك شيء اشتغل حق ناديك، ما حد قاعد يتكلم، ما لك شغل في باقي الأندية. أما أن تحط تبريرات حق أمور ثانية أنت قاعد تحاول تجهزها، فهذا الأمر مرفوض. بالأخير أشكر جمهور النادي العربي الرياضي. نعم، جمهور النادي العربي الرياضي جمهور واعي، غير مجلس إدارة النادي العربي في 2019 ويغير هالمجلس بعد برئاستي ويجيب مجلس ثاني. جمهور النادي العربي الرياضي وهو دائما سند وذخر للنادي العربي الرياضي، وإحنا نحتمي بظهره إن شاء الله.